هذا الله يحفظكم قبل أكثر من 40 سنة. أحدهم كان كداد يكد في المشاعر، وركب مع مجموعة من الركاب، ومن بين الركاب امرأة قد طواها الحاجة والفقر، فلما وصلها إلى مشعر عرفات وأرادت أن تخرج ما معها، رأى عليها الفقر والضعف هي وبنتها، قال لا خليه معك تستكفين به باقي أيامك. فقالت له الله يجعل جيبك ما يفضل. يا سلام. يقول صاحبي هذا والله منذ 40 عام ما فضى جيبي. ما شاء الله تبارك الله. فأبشر، المعروف يبقى والوفاء لا يضيع، وصناع المعروف يا شيخان تعود لأصحابها. يا سلام. وعند الله لا يضيع مثقال ذرة. ولذا ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يقول إن صانع المعروف لا يقع، فإن وقع وجد له متكل. وأيضا الدعاء له أثر عظيم، بهذه الدعوة وجد بركتها. ولذا كم سمعنا يا أخوي خالد وأخوه الشيخ محسن من حضر من كسر قيد فقره وهمه وغمه ومرضه وسقمه وجميع منغصاته بالله ثم بدعائه. ونحن في أيام فاضلات تقال فيها العثرات وتجاب الدعوات ويصل العبد فيها إلى عالي المقامات، فعلى العبد أن يطمع في فضل الله ثم يبشر بخير الدنيا والآخرة. الله